السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل النهارده ميني بانكيك بطريقه حلوه. هعلي القيمه الغذائيه بتاعته بان انا هضيف له موز. خليكم معايا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والكومنت الحلو، والاول مره يدخل قناتي اعملي سبسكرايب. ونورتوا وشرفتوا. انا كل يوم بكبر بيكم، ربنا يخليكم ليا وما تحرمش من اي حد بيقول لي كومنت حلو. تسلموني بجد وما تحرمش منكم يا رب. نبتدي بقى الوصفه. عندي موزتين كبار، هرستهم بالشوكة كويس بعد ما قطعتهم، وابتديت اضيف لهم بضايه. وبعد ما حطيت البضايه برضو بالشوكة وقعدت اهرس فيهم كويس جدا، حطيت رشه من الفانيليا. وبعد كده حطيت معلقتين كبار من النوتيلا. قعدت زي ما حضراتكم شايفين كده اخلط فيهم كويس جدا، علشان لو في تكتلات من الموز او اي حاجه هتبتدي تفك معايا طول ما انا عماله بضرب بيها بالشوكه. حضرت نص كوبايه صغيره من اللبن. انا هكتب الجرامات، الوصفه كلها هكتب مقاديرها بالجرامات في صندوق الوصف. بعد كده عندي كوبايه كبيره من الدقيق. حطيت الدقيق، اصبح هحط طبعا بيكنج باودر رشه صغيره، وبعد كده هقلبهم كويس جدا. هنا خلاص انا خلصته بعد ما هقلب كويس عشان اي تكتلات طبعا. اضمن ان كل التكتلات اللي موجوده من بعد ما حطيت الدقيق هتفك معايا. هسيبها ترتاح شويه في التلاجة تقريبا نص ساعه قبل ما استعملها، وبعد كده هبتدي اطلعها تاني اقلب فيها شويه. بعد كده احط لها معلقه من الزيت كبيره واخلطها. بصوا كده مفيش تكتلات خالص طبعا. الظاهر عندي ده الموز. وبعد كده في كيس حلواني ابتديت افضيه. هنا خلاص حضرتها. حضرت كمان طاسة حطيت فيها مكعب من الزبدة، دهنتها كده بالزبدة بسيط. وابتديت الف بالكيس الحلواني ادي كده دواير. يعني ايه، عايزة اعمله على شكل دايرة في نفس الاتجاه كده زي ما انتم شايفين. انا في الاول ما استنيتش الطاسة تسخن قوي، سبتها برد شوية عشان خاطر اعرف يعني ادي الرسمة براحتي. وبعد عليت النار شوية عشان خاطر تستوي. هنا زي ما انتم شايفينها الدوائر مظبوطة، وهي كانت استوت قلبتها الناحية التانية. وده شكل الميني بانكيك اللي انا عملته بالشوكولاتة النهاردة. طعمه طبعا كان تحفة، والموز مخلي طعمه حلو قوي. خلصت البانكيك، عايزة طبعا ازينه. فاقرب حاجة بنزين بيها واسهل حاجة هي النوتيلا، كمان طعمها بيبقى حلو، بيبقى مختلف جدا. النوتيلا عشان اخد منها سمك مظبوط بحط معلقة قصادها معلقة. لو معلقة كبيرة قصادها معلقة كبيرة من الزيت، معلقة صغيرة قصادها معلقة صغيرة من الزيت، فبتديني سمك حلو كمان طعمه مظبوط. هنا بقى ابتديت احط على واحدة النوتيلا، واحط عليها واحدة تانية كأني كده حاشيها، واحط على الوش في شوية كمان حطيت عليهم على الوش شوكولاتة دارك. تتحط عليها مكسرات. تقدري تزيني بالشكل اللي تحبيه. ممكن تحطي عسل. البانكيك من الحاجات السهلة والخفيفة، بتتعمل بسرعة كمان، اكلها لذيذ مش تقيل. اتمنى تكون الوصفة عجبتكم، ويلا اشوفكم فيديوهات جاية كتير، ومع السلامة.